بص يا حبيب قلبي، عايز تعرف ازاي تكسب الارجنتين؟ هتعمل حاجتين: رقم واحد هتفتح ماتش كاب فيردي والارجنتين وتتفرج عليه. رقم اتنين تعرف قيمه نفسك مقارنه بمنتخب كاب فيردي. وتعالى اقول لك بقى على اهم النقط اللي لازم منتخبنا ياخد باله منها كويس قوي في ماتش الارجنتين. رقم واحد ليونيل ميسي. ليونيل ميسي السنه دي بيلعب باذكى نسخه ليه على الاطلاق يعني. معدلات جري بتوصل ل 8 كيلو في الماتش، وده رقم قليل جدا مقارنه بالاجوان اللي بيجيبها او بتاثيره في الملعب. النهارده هو حاطط 7 اجوان. هو ما بقاش مهتم بمعدل الجري اكتر ما بيهتم بازاي اسرق الخطوط، ازاي احط نفسي بين الخطوط. فانت لازم تعمل عليه كومباكت بلوك كويس جدا، لازم تعمل تكتلات مزدوجه كده. على فين بقى؟ على خط ال 18 عندي؟ لا طبعا على ليونيل ميسي نفسه. لان انت لو حجمت ليونيل ميسي، انت 80% من تكتيك منتخب الارجنتين اترمى على الارض. فانت سهلت المأمورية اكتر. وانت تعرف تعمل ده لان انا دايما بقول ان لعيبتنا رخمه، لعيبه منتخب مصر رخمه. يعني مرورا بابراهيم سعيد لمثلا لوائل جمعه، لمحمد شوقي، لحسني عبد رب، ولعيبتك كلها بتنزل 8 في حواجبها وما بيعتمدوش. فدي حاجه كويسه قوي. رقم اتنين، انت ما عندكش اللي انت بتهاب نجوميه، ما عندكش الحته دي، ما بتخافش من نجوم. اكبر دليل على ده محمد هاني ودوكو. قال لك دوكو مين يا عم الحاج؟ هات كارتك يا باشا، لو في حاجه في العربيه هبقى اكلمك. ما بنعتمدش. انت نزلت عملت ماتش قصاد البرازيل في كاس القارات بكل نجومه، ما اعتمدتش. اللي بعده مين؟ ايطاليا، تعالى ما اعتمدتش ورحت خسرت من امريكا. فانت لعيبتك بتعرف تلعب في الماتشات اللي فيها ضغوطات كبيره، بتعشق التحدي. فدي هتبقى نقطه مهمه قوي. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت لازم ما تحاولش تلعب على الاستحواذ. ده رقم اتنين. هتلعب على الاستحواذ يبقى انت محتاج انك تتحرك ككتله واحده. وانت لو عملت كده، يعني اتفرج على ماتش كاف فيردي والارجنتين 90 دقيقه، الخطوط بتاعتهم رايح جاي اكنهم بيلعبوا خماسي، ما بيريحوش من كتر احتكاكاتهم في الدوريات الاوروبيه. انت هتلاعب الات، بقوا الات مش بني ادمين. فانت الحته دي مش عندك، بس بتقابلها بالذكاء طول عمرك.